النهارده بعد تفكير طويل وحيرة قررت ان انا اشتري زبدة طفرة. كنت محتارة من كتر الاعلانات عن اسماء مصانع كتير، ومنهم بيعملوا اعلانات عن المصانع دي بدون ذكر اسماء طبعا. قررت بقى ان انا اشتري الزبدة طفرة زي ما انتم شايفين كده. فبصراحة انا ماليش اي مصلحة عشان اطلع اقول لكم الكلام ده ولا بعمل اعلانات ولا اي حاجة. زي ما انتم شايفين صفحتي صغيرة. يعني مش ممكن اعمل اعلانات لاي منتج، لان لازم من الناس اللي بتعمل الاعلانات دي بيبقى صفحاتهم كبيره. فاشتريت بقى، حاولت ان انا بقى جبت زبده صفرة، وجبت زبده جاموسي. فطبعا بعد ما خدوا حراره المطبخ وساحوا كده شويه، جبت حلتين وحطيت هنا بقى الزبده اللي هي الجاموسي والزبده الصفراء، وبدات ان انا وضيت النار عليها. طبعا عايزه اقول لكم نصيحه بقى. لازم تبقى النار متوسطه، وتبقى ايديكوا كل شويه تقلبوا في الزبده تقليب اتجاه واحد لغايه ما كل الزبده طبعا النار تنزل تحت في القاع الحله. وزي ما انتم شايفين الزبده بدات خلاص. شايفين بصوا لونها بجد ده ذهب، مش ذهب زي اي ذهب انتوا بتشوفوه عن تجربه. وبجد الريحه ماليه البيت، ريحتها بلدي جدا. بجد حلوه قوي. ولو حابين تشتروا زبده يبقى انصحكم تشتروا زبده. انا جربتها ومليش اي مصلحه ان انا اقول لكم تشتروها ولا اي حاجه، بس حبيت طبعا عشان فلوسكم ما تروحش في الارض. بجد اشتروا زبده طفره، طلعت زبده بلدي بجد، وبتملى البيت ريحه زبده حلوه قوي. لو بتسيحيها بتلاقي البيت كله بقى ريحته سمنه بلدي بجد. لو انت بتعرفيش تسيحي الزبده يبقى انصحك تشتري سمنه من عندهم على طول. بجد مش هترمي فلوسك في الارض. خلاص بدأت عندي هنا خلاص بدأت تسيح. المرت بدأت تنزل في قاع الحلة، وهتشوف بصوا شايفين شكلها عامل ازاي. بجد حلوة قوي، وبجد فعلا دهب دهب عن تجربة. انا حبيت ان انا اقول لكم تجربتي بعد ما احترت كتير ان انا اشتري انهي منتج. فبجد قررت ان انا اشتري زبدة طفرة جميلة وبلدي فعلا، وحلوة قوي وطعمها كمان. طبعا كنت وريتكم في الفيديو وانا بعملها على ايديا. طبعا ساحت على ايدي خالص، على ايديا ساحت خالص على ايديا كاني حاطه كريم. ما علمتش في ايدي ولا اي حاجه، وريحتها بجد بلدي زي ما انتم شايفين كده. بجد ده الذهب بجد، مش ذهب بقى بضمان وانتي مش متاكده. انا حبيت ان انا اقول لكم تجربتي معاها من غير اي مصلحه ليا ان انا اطلع اقول لكم الكلام ده بجد علشان ما تخسروش فلوسكم. طبعا حابين تشتروا زبده من حد ان انا ماليش اي مصلحه ان انا اقول لكم الكلام ده. انا طالعه اقول لكم كاخت ليكم. انا جربت الزبده وحبيت ان انا اقول لكم للناس اللي عايزه تشتري.